ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وصحة تمام. لا اعاقة لكل صاحب ارادة. النهارده بقى اللي انا جاي اتكلم فيه موضوع حلو قوي. طبعا السؤال ده مامي سالتهولي، ما يعني ولية امر سالتهولي، فانا عجبني قوي السؤال وقلت اطلع اطرحه عليكم. عارفين يا جماعه، هبسط لكم بس الدنيا عشان افهمكم بس الكفيف ده بيبقى عامل ازاي. عارفين لما مثلا يكون في 3 اطفال، اول طفل بقى ايه، اول طفل واول فرحتكم وطفل المدلل لطلباته كلها مجايبه. الطفل بقى الصغنن اللي هو باخر العنقود بقى ودلوع البيت وكده يعني تمام. مين بقى المظلوم في الموضوع كله؟ الطفل الوسطاني. فطبعا بيعمل ايه الطفل الوسطاني؟ بيحاول يلفت الانتباه، مثلا يرخم على ده شويه، يرخم على دي شويه، يعمل دوشه حواليه. المهم الكفيف بقى بيبقى عامل زي كده بالظبط. فاللي هو ايه مثلا، ماما عايز كذا، ماما عايز كذا، ماما عايز كذا، رغم ان هو بيبقى مش محتاج حاجه ولا ناقصه حاجه، بس هو بيحاول يلفت النظر ليه. اللي هو من كتر ما احنا مأهملينه او متجاهلينه او مش مدينه حقه، فاهمين قصدي؟ فهو محتاج حقه كامل. فاللي هو ايه بيحاول يلفت النظر. مثلا شوفي بقى، شوفي انتي مقصره معاه في ايه، مثلا ما بتلعبيش معاه، ما بتتكلميش معاه، ما بتاخديش رايه. وده مهم جدا، زي ما طلعت وقلت لكم ان احنا ضروري جدا ناخد ارائهم، حتى لو مش هنعمل بيها بس ناخد بيها. بحبكم قوي قوي قوي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.